السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كوسة باللحمة المفرومة بالبشاميل. هنبتدي نقشر في الكوسة بتاعتنا. أنا جايبة كيلو من الكوسة. هبتدي أقشر كده بظهر المقورة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودينا رجعنا لكم تاني بعد طول انتظار، بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات. دلوقتي هنبتدي ان احنا نقطعها سمبوكسة كده. ما تبقاش رفيعة قوي وما تبقاش تخينة قوي، عايزين تكون متوسطة. وهبتدي ان احنا نقطع فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب واحدة كمان عشان تشوفوا برضو التقطيعة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. كنا مجهزين البشاميل بتاعنا بالطريقة المعتادة. انا خلصت الكيلو بتاعنا بالسماكة بتاعته دي بنفس السمك، ما تكونش ولا رفيعة ولا تخينة. بعد كده هنزل بشوية من زيت الذرة، وهنزل بمعلقة سمنة بلدي. السمنة البلدي بتدي طعم الكوسة، بتوديه في حتة تانية خالص، بتخليه طعمه جميل جدا. جربوا الطريقة بتاعتنا دي هتعجبكم ان شاء الله. هسيبها كده تسيح كده على البوتاجاز. وكنت غاسلة الكوسة بتاعتنا وحطاها في المصفى ومنزلة المية بتاعتها كلها، لازم تكون ناشفة من المية خالص. هنزل بقى في السمنة والسمنة البلدي والزيت بتاعنا، وابتدي ان احنا احطها كده على النار. الكمية كلها تتحط بنفس الطريقة. بعد كده هبتدي ان انا اقلب تقليب كويس جدا. هي دلوقتي على النار، واسيبها. هي طبعا بتنزل المية بتاعتها وهتشربها، فهديها التشويحة الجميلة بتاعتنا وارش عليها الملح. هحط معلقة ملح كده، ما كترش عشان ما تحدقش مني، ونص معلقة من الفلفل الاسود. وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض. اقعد اقلب كده، وبعدين اسيبها شوية على البوتاجاز لحد هي بتنزل المية بتاعتها. وهحط مكعب مرقة دجاج، دي برضو بتخليها طعمها جميل قوي. اللحمة المفرومة انا كنت معصجاها بالطريقة المعتادة بتاعتنا. كنت مقطعة بصلتين ومشوحاهم في سمنة بلدي. ولما اصفرت البصلاية رحت نازلة بالنص كيلو لحمة المفرومة بتاعتنا. دلوقتي بحضر البشاميل. هعمل 4 مجات من اللبن. ده رابع مج. وهنزل بالبشاميل الجاهز بتاعنا. الاربع مجات لبن عليهم 4 معالق من البشاميل. وهقلبه كويس ده كله على البارد، ما تولعيش البوتاجاز خالص دلوقتي، خليه على البارد في الاول. بعد كده بنزل بمعلقه سمنه بلدي او زبده صفرا اللي متاح عندك. ده بيتخليها جوسي معاكي وبتخلي لها طعم حلو قوي. بقلب كله على البارد. بعد كده بفتح البوتاجاز واحط النار بحطها على النار. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود. وابتدي ان انا اقلب فيها. وهي دلوقتي على النار. كله على البارد، وايدك بقى فيها على طول عشان ما تكلكعش منك. عشان لو سبتيها بس مجرد شوية تبص تلاقيها كلكعت، فخلي لازم ايدك في البشاميل على طول. سواء اللي بتجيبيه جاهز من بره، سواء اللي بتعمليه بالدقيق واللبن اللي احنا معتادين على العمايل بتاعته. بس انا عشان بس كنت مستعجلة فعملت اللي هو الجاهز ده. دي السماكة بتاعته اللي انا كنت عاوزاها، دي المطلوبة، ما تبقاش رفيعة، ما تكونش تقيلة معايا. يعني السمك ما يكونش تقيل. هنزل بيه بالصينية من تحت كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. طبقة كده خفيفة خالص. ابتدي املى الفراغات الصينية كلها، كل الجوانب بتاعتي لحد ما تتملي خالص. وابتدي انزل بالكوسة. الكوسة كده كانت نزلت المية بتاعتها وابتدت تدخل في السوا معايا. هبتدي ارصص كده جزء جزء كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده لحد ما املى جوانب الصينية كلها. واللحمة المتعصجة هنزل بيها على وش الكوسة. احنا هنعملها طبقتين، طبقة كوسة تحت وبعدين لحمة مفرومة وبعدين كوسة وبعدين البشاميل الطبقة الأخيرة. هبتدي بقى احط المفروم بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. كان عندي نص كيلو لحمة مفرومة. ابتدي بقى كل الفراغات بالشكل اللي احنا شايفينه ده ينزل عليها. بعد كده هبتدي بقى انا احط بقى الكوسة من فوق بالشكل ده لحد ما داري اللحمة المفرومة بتاعتنا خالص. رصصتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هنزل بالبشاميل بتاعنا الطبقة اللي قلت لكم عليها، الطبقة النهائية بالنسبة
للكوسة اللي بالبشاميل. ابتدي اظبط بقى كده، اهم حاجة التظبيطة بتاعتنا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لحد ما املى كل الكوسة بتاعتنا. دي طريقة مختلفة، واحنا عارفين جمال الكوسة والفوائد بتاعتها الكتيرة، واكلة خفيفة وسريعة ما خدتش اي وقت خالص. وده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة اكلة حلوة.